ازاي ثغرة واحدة حولت النظام النووي الأمريكي لأرض مكشوفة؟ مايكروسوفت طلعت بتقول إن الحروب السيبرانية بدأت والخطر قريب منك أنت كمان. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد يوم 18 يوليو. مايكروسوفت طلعت بتقول بصوت مخنوق: ألو، في حد دخل بيوتنا من الشباك، ومش أي بيت، ده البيت اللي فيه مفاتيح القنبلة النووية. استنى، إيه ده؟ حد اخترق أمريكا؟ مش ده فيلم؟ لا، دي ثغرة. تعالوا نفهم الحكاية من الأول. يعني إيه الشير بوينت؟ البرنامج اللي بيساعد الشركات الكبيرة ترتب ملفاتها وتشتغل كفريق زي جوجل درايف، بس في بدلة صينية وكرافتة. لكن حصلت مصيبة منه. البرنامج شير بوينت كان فيه ثغرة من نوع زيرو داي، يعني ثغرة الشركة لسه ما تعرفش عنها حاجة. وطبعا الباب اللي ملوش امن ولا انتركم ولا كاميرا ولا حتى كلب بلدي يهوهو، مفتوح لاي حد يدخل. في احلى من كده فرصة؟ اللي دخل بقى ما كانش واحد ولا اتنين، دول 3 مجموعات من الهاكرز المحترفين. 3، كل واحدة فيهم واخدة اسم من فيلم اكشن. ليون تايفون دي مدعومة من الحكومة، دي بتكسر الابواب وتدخل. وفايلت تايفون دي الشريك معاها، دي بتسرق بقى مفاتيح الدخول، الباسورد والتوكن. وستورم 2603 دي شبحية، دي بتضرب وتجري. منين بقى؟ من الصين يا فندم، تحديدا من شانز وهايان، على حسب مؤشرات الجيولوكيشن في الهجمات. الثغرة استغلت علشان يخترقوا أجهزة الإدارة الوطنية للأمن الأمريكي ناسا، الهيئة اللي مسؤولة عن تصميم وتفكيك الرؤوس النووية الأمريكية. يعني القراصنة كانوا بيبصوا جوه الملفات الأسلحة النووية والمخططات والتصميمات وكل حاجة تخصها، وهما بيشربوا شاي في بكين. مايكروسوفت طلع منها بيان بقى تحفة، بتقول إيه؟ في تصعيد خطير في الهجمات السيبرانية وبنتابع ده بثقة. ثقة ايه يا فندم؟ ده زي لما تبقى ضايع في الصحراء مثلا وبتقلب في جيبك على ريموت التكييف. ادم مايرز نائب رئيس كورد سترايك قال الهجمات بدأت في اول يوليو وكانت مدعومة من حكومة، وبعدها اتأكدنا انها من الحكومة الصينية 100%. يعني يا باشا دي مش صدفة، دي حرب الكترونية مخططة. طب بالبلدي كده ايه اللي حصل؟ نوع الثغرة زيرو داي، يعني شركة مايكروسوفت ما تعرفش عنها حاجة. تم استغلالها قبل ما يتعمل لها باتش، يعني اصلاح، وينزلوا التحديث عشان يحل المشكله. الدخول تم عبر الشير بوينت المدار محليا اون بريمس. سرقت بيانات الدخول، الباسورد والتوكن، عشان يدخلوا تدريجيا للانظمه الحساسه. الهجوم شبيه بهجمه سلو وانز اللي حصلت 2020، بس هنا الموضوع اعقد واهدى بس اخطر. الهدف الرئيسي شبكات الطاقه النوويه، وزاره التعليم الامريكي، جهات حكوميه في اوروبا، ولايات بعض الولايات في امريكا زي فلوريدا وورد ايلاند. طب ردود الفعل، وزاره الطاقه الامريكيه طلعت بتقول ان التاثير محدود وتم استعاده الانظمه المتضرره. مايكروسوفت طلعت بتقول ان الهجوم ده تصعيد غير مسبوق ودي مجرد البدايه. الخبراء الامنيون قالوا ان الهجمه مخططه ومدعومه، وده بيعكس مرحله جديده من الحروب الرقميه. هل الموضوع خطر؟ خطر جدا. امريكا اخترقت برغم كل وسائل الحمايه. صحيح كانت ثغرة، لكن كانت نقطة دخول، لكن تم منها التنقل أفقيا للأنظمة الحساسة لترن موفن. الهجمة مش بس هاكرز شاطرين، ده سيناريو مدروس وهدف استراتيجي. الموضوع مش مجرد كود، ده سلاح. الهاكر دلوقتي مش بيسرق، ده بيتحكم فيك، ممكن يفجر لك المفاعل وهو في مكانه. السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، لو أمريكا اتخذت من الشير بوينت، انت هتعمل ايه في الراوتر اللي لسه الباسورد بتاعه ادمن ولا 1 2 3 ولا رقم موبايل؟ وتحديثات البرامج اللي انت اساسا قافلها. ما تنساش بقى تشترك في في القناه، لسه الحرب ما خلصتش والمعركه لسه كبيره. البرامج المجانيه لما تكون هديه فيها سم وثغرات ملهاش عدد. شارك بقى الحلقه عشان تعرف اكتر عن البرامج المجانيه والثغرات اللي موجوده فيها. وشارك الحلقه علشان الناس اللي بيقول لك انا مش مهم مين هيهكرني، قول له الهاكر مش بيدور على مين، الهاكر بيدور على باب مفتوح. ما تستهونش بالموضوع. انزل في الكومنت قول لنا ايه اخبار التحديثات معاك والبرامج المجانيه اللي بتتحكم فيك ثغراتك الجميله. المصادر تحت.